اشخاص كاتبين قصص صارت لهم. طبعا كلنا الحين عندنا نت ومواقع نت فيها قصص واجد واقعيه ومرعبه. بعض هذه القصص مؤكده انها واقعيه والبعض الثاني لا كذب واحتمال تكون خياليه. لكن القصص اللي راح اقول لكم اياها الحين هذه قصص مختلفه تماما عن القصص اللي راح تقراها بالنت. فالحين بقدم لكم نصيحه حق الناس اللي يخافون. اذا انت قاعد تشوف هذا المقطع بالليل كنسل الموضوع، لا تشوفه بالليل، شوفه الصبح افضل لك. وقد اعذر من انذر علشان ما ابي اتحمل مسؤوليه اي شخص. وطبعا مثل ما قلت لكم ان هذه مجموعه قصص مو قصه واحده. فاول قصه هذه صارت حق زوجين ناثان وهيذر. هذول الزوجين كانوا توهم متزوجين ورايحين حق شمال كاليفورنيا علشان يقضون شهر العسل. شمال كاليفورنيا وعلى البحر وشهر عسل، ما في احلى من كذي. ففي اول ليله ركبوا سيارتهم يبي يروحون حق الفندق. الفندق شوي بعيد عنهم وهم بالطريق السريع جاهم ضباب بشكل غريب لدرجه انه ما قاموا يشوفون قدامهم. وهم بالطريق كان قدامهم تقريبا ساعه ونص علشان يوصلون حق الفندق. فطبعا بما انهم بطريق سريع وصار ضباب قاعد يخففون سرعتهم عشان لا سمح الله لا يصير حادث. وهم كانوا يمشون باحدى الممرات الضيقه. الزوجين شافوا وحده واقفه على الطريق، بنت صغيره بالعمر شباب. والغريب بالموضوع ان البنت هذه بروحها واقفه، كانت لابسه لبس ابيض وترفع ايدها كانها توقفهم تبي توصيله. قال ناثان حق زوجته ان هذه البنت محظوظه ان بهذا الجو السيء كانت تحتاج احد يوصلها واحنا جينا. قالت زوجته وقف السياره ورجع لها. قال ناثان حق زوجته ترى احنا متاخرين بساعتين، الطريق كان المفروض ساعه ونص بس احنا تاخرنا والحين صار ساعتين فما في وقت. قعدت زوجته تترجاه انه حرام البنت مسكينه بروحها فحرام نخليها بهذا الوقت. هني ناثان كسرت خاطره زوجته وقال خلاص يلا اوكي، ورجع حق البنت ونزل الشباك وكلمها. قال لها تحتاجين مساعده؟ ردت البنت قالت شكرا انكم رجعتوا لي لاني حيل تاخرت على البيت واهلي ينطروني. وصفوا البنت من ملامحها بالعشرينات من عمرها. رد عليها ناثان قال وين بيتكم؟ قالت باخر الطريق يعني تقريبا 10 اميال. قالت راح نمر من عند مفترق حق الطرق وراح نحصل محطه غاز مهجوره. بعد ما نشوف محطه الغاز هذه المهجوره راح نشوف بالمقابل بيت اهلي، بيت كبير ابيض وفي مزرعه كبيره واهلي داخل ينطروني. فهني ناثان دل الطريق. وبعد ما ركبت قاعد يحاول ناثان انه يعني يسوي سالفه يسولفون مع بعض. يعني مستحيل 10 اميال يقعدون يمشون ما في سالفه. فحاول انه يطلع سوالف يسولف معاها بس البنت كانت ساكته ما تتكلم. فعلشان كذي الزوجين اعتقدوا انها نامت بعد 15 دقيقه من الوقت اللي خذوها منه. فبعد شوي لاحظوا الزوجين محطه الغاز المهجوره اللي لقوها ما في عندها ولا اضاءه، كانت حيل قامته ومهجوره. فسال ناثان البنت قال هذه هي المحطه؟ قالت لا. ورد ناثان سال السؤال مره ثانيه وما ردت عليه. فالتفت ناثان لان هي قاعده بالمقعد الخلفي علشان يقومها من النوم لانه ظن انها نايمه. بس وهو يلف علشان يقعدها شاف وجه زوجته ايش كثر خايفه، كانت جدا مصدومه. قالت لزوجته ناثان البنت اختفت. شو تقصدين يعني وين راحت؟ فلف ناثان وشاف البيت الابيض اللي وصفته البنت وراح يدخل حق البيت. وهم يدخلون رايحين حق البيت شافوا رجال ومراه كبيرين بالسن. جو حق ناثان وزوجته قالوا اذا تحتاجون نساعدكم بشيء. فقال ناثان ما ادري شفنا وحده على الطريق السريع. كان الرجال اللي كبير بالسن قاطع ناثان وقال اكيد انها طلبت منك انك توصلها حق بيتهم اللي هو هذا البيت صح؟ كان يقول ناثان ايه هذا اللي طلبته مني. كان يقول رجال كبير بالسن واختفت صح؟ فهني ناثان انصدم انه شلون يعرف هذا الرجال كبير بالسن بالسالفه. فقال ايه اختفت فجاه ما ادري وين راحت. كان يقول الرجال هذا الكبير بالسن ان انتم ما قاعد تتخيلون ولا انتم مجانين وانتم مو اول شخصين يصير معاهم هذا الشيء. قال الرجال الكبير بالسن ان هذه البنت هي بنتنا اسمها ديان ماتت من قبل 7 سنين. ماتت مقتولة على الطريق السريع دهسا في أحد دعمها ونحش. وإلى يومنا هذا ما في أحد يعرف منو اللي دعمها يعني صدمها. وقال ما أدري شو أقول لكم صراحة، اللي صار معاكم الموقف واللي صار مع اللي قبلكم هذا الموقف ما أدري شنو أفسره. هل هذا شبح بنتنا؟ هل هذا جن؟ ما عندي أي أدنى فكرة عن الشيء اللي قاعد يصير لكم. ناثان وزوجته كانوا ساكتين من الصدمة ومن الخوف بنفس الوقت إن اللي كان راكب معانا شبح، وبالذات إن إحنا كنا نشوفه قدامنا يعني ما كان ظل أو شيء كذي. فقالت لهم العجوز انزلوا البيت اشربوا شاي اشربوا اي شيء ارتاحوا شوي وبعدين امشوا. بس ناثان وزوجته رفضوا هذا الشيء بحجه انهم متاخرين، وانا لو اني منهم اكيد راح ارفض هذا الشيء. وناثان وزوجته هم اللي كتبوا هذه القصه باحد المواقع ووصفوها من اكثر القصص الصدمه اللي صدمتهم. الحين خلونا نروح حق القصه الثانيه. القصة الثانية نشرتها مرة أمريكية في إحدى المواقع بالإنترنت وتقول إن هذه قصة واقعية صارت لها، وأقل ما يمكن نقوله عن هذه القصة إنها عجيبة غريبة. هذه مرة تعيش مع زوجها في إحدى ضواحي المدن الكبيرة، مرت بموقف جدا صادم لدرجة إنها هي نفسها ما قامت تصدق هذا الموقف. تقول هذه المرة إن أنا وزوجي نعيش في مكان معزول نوعا ما بهذه المدينة. تقول على الرغم من إننا في 50 من عمرنا يعني أعمارنا بالخمسينات، إلا إننا من أصغر سكان هذا الحي ب 30 إلى 40 سنة. تقول يعني جيراننا
اعمارهم اكبر مننا ب 30 الى 40 سنه، يعني اعمارهم تقريبا من 80 الى 90 سنه، واحنا اصغر ناس. تقول اغلب جيراننا عندهم عيال وعندهم احفاد يزورونهم، الا في رجال واحد واللي انا اسميه البروفيسور. هذا البروفيسور زوجته ماتت من 12 سنه وتركته يعيش حياته وحيد، ما عنده احد، لا احفاد ولا عيال ولا احد، عايش بهذا البيت بروحه. تقول انا ما كنت اعرف زوجته عدل، لان لما كان متزوج ما كنت ازوره، بس بعد ما توفت زوجته صرت دائما ازوره. وتقول لكن اللي عرفته من البروفيسور ان زوجته كانت حيل عزيزه على قلبه، كان حيل يحبها، باختصار كانت كل شيء بالدنيا له، وكانوا على كبر عمرهم حيل مثقفين. وتقول كنت حيل احب وقتي لما اقعد مع هذا البروفيسور، لكن بعد وفاة زوجته كان هذا اصعب وقت على البروفيسور، ومن سنه صار يحارب مرض السرطان. وبما اننا نعيش بقريه فكان في ضعف من الخدمات العامه، فكنت دائما انا اخذه ونروح حق الاطباء وبعدين ارجع واودي بيتهم. تقول احيانا كان البروفيسور يتصل علي باوقات مو مناسبه، كنت احس بصوته انه تعبان، ومن كثر ما هو تعبان كان بس يقول اسمي، يعني يتصل فيني وبس يقول اسمي، وكانت له لكنه خاصه يقول فيها اسمي، لكنه معناتها طريقه، ومن اسمع هذه الطريقه الخاصه اللي يقول فيها اسمي على طول اروح البيت واخذه واروح حق المستشفى. تقول بالفتره الاخيره كنت دائما اقول حق هذا البروفيسور زين ليش ما تروح تنام بالمستشفى، راح يعتنون فيك اكثر، انت قاعد هني بالبيت والبيت حيل بعيد عن المستشفى، فانا اخاف على يوم من الايام انك تموت بالبيت، او ان لما اخذك واوديك حق المستشفى تموت بالطريق، فليش ما تروح المستشفى وتعالج بالمستشفى احسن لك. بس كان جدا عنيد ومصر انه يقعد بالبيت، يقول انا اذا بموت بالبيت، ما ابي اموت بمكان ثاني، المكان اللي ماتت فيه زوجتي. كان رجال جدا وفي رغم انها ماتت، بس حتى بالموت وده انه يموت مثل ما ماتت هي. وتقول في اوائل شهر اكتوبر، وكانت تحديدا الساعه 4 الفجر، قمت من النوم على رنة تلفوني، مسكت التلفون وقعدت اطالع الرقم، هذا رقم البروفيسور. وتقول على طول رديت على التلفون، قلت ممكن محتاج مساعدتي. فتقول بعد ما رديت عليه سمعت صوت غريب، هالصوت الغريب هذا قاعد يلفظ اسمي مثل ما البروفيسور يلفظ اسمي فيه. تقول رديت قلت نعم بروفيسور محتاج شيء؟ تقول بعدين الصوت الغريب هذا اللي رد علي قال لي لا انا مو البروفيسور، انا ماريا وراح اخذ الليله. تقول فجأة قمت من النوم وتلفوني بإيدي، فهني عرفت إن أنا كنت حلمانة، بس التلفون كان بإيدي شلون؟ وزوجي كان نايم جنبي، وعزكم الله الكلب كان نايم تحت، فهني على طول فكرت إن هذا أكيد كان حلم، والتلفون ما رن. بعدين قعدت أراجع نفسي، هل التلفون رن او لا؟ وشنو سالفه اني اقوم من النوم وتلفوني بيدي؟ تقول بعد تفكير قصير قلت ها اتصل بالبروفيسور او لا؟ بعدين تقول لا تراجعت، زين ممكن يكون نايم، فحرام اتصل عليه بهذا الوقت المتاخر وهو بعز راحته. تقول قمت من السرير ولبست ملابسي وخذيت الكلب وطلعت برا البيت علشان اشوف بيت البروفيسور، فانا قاعد اطالع الليتات طافيه وما في اي حركه ولا شيء غريب. تقول الوقت كان جدا هدوء، يعني ما في اي حركه. وتقول على الرغم من هذا الهدوء ما حسيت بالراحه، وقلت لا لازم اتصل فيه، انا خايفه عليه. واتصلت عليه فوق ال 25 رنه ولا رد. وتقول هني خفت زياده على البروفيسور، فاضطريت اني اروح اقوم زوجي من النوم ونروح حق بيت البروفيسور نشوف شو صار عليه، ليش ما قاعد يرد، اكيد صار له شيء. فبعد ما وصلنا عند بيته قعدنا نطق الباب لين انها دحينا وما رد، فهني تاكدت انه صاير له شيء، فاضطرينا ان نتصل على الشرطه علشان يفتحون الباب. فبعد ما جو الشرطه واقتحموا البيت لقوا البروفيسور نايم على سريره ميت، ما في احد قاتله ولا شيء، ميت موته طبيعيه، وكانت جثته جدا هاديه، سلم روحه بهدوء وسلام على فراشه نفس ما كان يتمنى الطريقه اللي يموت فيها والمكان اللي يموت فيه اللي هو بيته. وبسبب ان موقع سكنه معزول فتكفلوا الجيران بانهم هم اللي يسوون الاجراءات اللازمه، وواحده من هذه الاجراءات انهم يبحثون في سجلات البروفيسور عشان يعرفون منه اقاربه او اشخاص يعرفونه، وهذه طبعا من لوازم اتمام عمليه الدفان علشان يدفنونه. وتقول الوثائق والسجلات اللي كانت عندي اللي تخص البروفيسور ما لقيت فيها ولا معلومه تخص اقاربه اللي تكلم لي عنهم، لكن لقيت مجموعه من الصور حق البروفيسور وزوجته وصوره بنتهم اللي ما تكلموا لي عنها ابدا، على الرغم من انه قال لي كل شيء عن حياته، بس اهم شيء بحياته اللي هي بنتهم اللي توفت ما قال لي عنها شيء، وما كنت ادري اصلا ان عندهم بنت. والغريب الموضوع اللي خلاني اقول لكم هذه القصه ان بنتهم اسمها ماريا، توفت في اوكساكا سنة 1971. طبعا اللي ما يتذكر لما رن تلفونها وهي كانت حلمانة وردت على التلفون قالت لها انا ماريا وراح اخذ الليلة. ماريا هي بنتهم، هي اساسا ما كانت تعرف منو ماريا، بس بعد ما شافت السجلات لقت ان هذه ماريا هي بنتهم اللي ماتت وهي ما تعرف عنها ولا شيء، فهذا الشيء هو اللي صدمها. الحين خلونا نروح حق القصة الثالثة. القصة الثالثة تخص هذا الشاب اللي يعيش مع امه في بيت قدام ممشى، الممشى هذا اللي يكون خاص حق الرياضة وهذه الاشياء، فبيتهم قدام هذا الممشى. في ليلة من الليالي هذا الشاب تعرض حق كابوس، والكابوس يتمثل بان مرأة عجوز كبيرة بالسن جته حق غرفته وتحاول انها تطلعه من غرفته. قام هذا الشاب وهو ميت من الخوف، فراح شرب ماي ورجع مرة ثانية عشان ينام، لان كابوس مو محتاج انه يفكر فيه، فما يمدي غفى شوي لو رجع مرة ثانية هذا الكابوس وهذه عجوز. وهالمرة الثانية هذه طلبت منه انه يطلع من البيت ويلحقها
فيها بسرعه. فيقول قلت لها بالحلم ان الطقس بارد وما اقدر اطلع من البيت. فيقول هني من الخوف قمت من النوم، قعدت شوي ورجعت مره ثانيه انام. ويقول هم هذه ثالث مره اللي انام فيها رجع لي الكابوس ورجعت لي العجوز، بس هالمره العجوز حلم عصبه وتصرخ علي تقول اطلع بسرعه لازم تطلع برا الحين. يقول مشيت وراها بالحلم لين وصلت عند مدخل المنزل بس اختفت. يقول بس القريب من الموضوع لما قمت من النوم لقيت نفسي طايح قدام باب غرفتي وكلي عرق وخوف. يقول من كثر ما حسيت بالخوف ما قدرت انام. فيقول رحت قعدت اطلع تلفزيون وسويت لي اكل الى ان وصلت الساعه 5 الفجر ورجعت نمت. يقول بعد ما نمت ما رجع لي الكابوس. يقول بس القريب من الموضوع انه بعد يومين لاحظت ان سياره الشرطه قدام بيتنا. يقول تفاجأت من الموضوع فرحت سالت امي ايش سالفه الشرطه اللي قدام بيتنا. فتقول امها ان لقوا جثه مره كبيره بالسن عمرها بالسبعينات لقوها عند الاشجار اللي بحديقتهم. وتقول ان هذه المره تم الابلاغ عنها من قبل يومين انها مفقوده وسبب الوفاه السكته قلبيه. فلما راح شاف جثه المره ان هذه المره هي العجوز اللي طلعت له بالحلم اللي هو اساسا بحياته كلها ما شافها. فتفاجأ وانصدم وبالذات انها ميته من يومين ومن يومين اللي صار معاه الكابوس. فهذه كانت من اغرب القصص اللي صارت حق هذا الولد. فالحين خلونا ننتقل للقصه الرابعه. هذه القصة تخص حق عائلة صغيرة تتكون من أبو وأم وثلاث أطفال. يعيشون هذه العائلة الصغيرة ببيت جدا كبير وفي غرف واجد. وبما إنهم عائلة صغيرة فأغلب الغرف مو مستعملينها فاضية. ففي ليلة من الليالي قرروا الأبو والأم إنهم يروحون حق السينما. فما يقدرون يروحون حق السينما ويخلون أطفالهم الثلاث بروحهم. فجابوا وحدة يسمونها جليسة أطفال علشان تقعد مع أطفالهم بهذه الليلة. وقال الأبو حق هذه الجليسة خلي الأطفال ينامون بسريرهم وروحي أنتي طالعي التلفزيون عادي. فبعد ما طلعوا الزوجين وهم رايحين حق السينما خذت الأطفال هذول الثلاث خلتهم ينامون وراحت حق هذه الغرفة اللي اساسا الاهل ما يدشونها اللي كان فيها التلفزيون. فاول ما دخلت الغرفة لاحظت تمثال حق مهرج شكله مخيف لان تفاصيل ملامح وجهه تفاصيل انسان مو تفاصيل تمثال. فكانت خايفة منه ومكانه كان بالزاوية وكان يطالع بالمكان اللي هي قاعدة فيه. ازعجتها نظراته وابتسامته الباردة المخيفة فحاولت انها تتجاهله وتركز بالتلفزيون عشان هي خايفة لان هي بروحها بهالبيت هذا الكبير. بس كلش ما قدرت تتحمل لان نظراته مخيفة وما ارتاحت له. فعلى طول راحت اتصلت بالابو وقالت له الاطفال نايمين بالسرير بس عادي اغير الغرفه اللي انا فيها لان تمثال مهرج قاعد يخوفني فما قدرت اتحمل اني اقعد بالغرفه عادي اغير الغرفه. فالابو هني سكت لحظات جاي يقولها بسرعه اخذي الاطفال واطلعي برا البيت واتصلي بالشرطه. قالت له ليش شنو صاير؟ قال لها سوي اللي انا قاعد اقول لك اطلعي من البيت واخذي معاك الاطفال اهم شيء واتصلي بالشرطه بعدين اتصلي فيني. فسوت مثل ما قال لها الابو خذت الاطفال بسرعه طلعت برا واتصلت بالشرطه بعدين اتصلت بالابو وقالت حق الابو شو اللي قاعد يصير. جاي يقول الابو البيت هذا الكبير اللي قاعد تشوفينه كله ما عندنا تمثال حق مهرج. وقال لها ان كل فتره نسمع من اطفالنا انهم منزعجين من مهرج شكله مخيف معاهم بالغرفه وانه دائما يراقبهم واحنا اساسا ما كنا نصدقهم ونقول ممكن كوابيس او تهيئات اطفال. واول ما وصلت الشرطه القت القبض على هذا المهرج واكتشفوا ان هذا المهرج شخص مشرد. هذول الناس اللي يقعدون بالشوارع وما عندهم بيت. فهذا المشرد كان قاعد بالبيت وياكل معاهم ويشرب معاهم وينام معاهم وهم ما يدرون عنه اصلا بما ان البيت كبير وفي غرف واجد ما في احد ساكن فيها فعادي ينام باحدى الغرف وما حد يدري عنه. والجليسه هذه اول مره تجي البيت والغرفه اللي اختارتها هذه الغرفه اللي كان ينام فيها. فهذا المشرد انصدم ان هذه الجليسه قعدت بهذه الغرفه اللي هو فيها فما قدر يسوي الا يمثل انه هو تمثال. وفي روايه ثانيه تخص هذه القصه تقول ان الجليسه والاطفال الثلاث ماتوا على ايد هذا المهرج اللي هو المشرد بعد ما الجليسه اكتشفت امره قتلهم وان هذا المشرد اساسا كان مسجون ونحش من السجن. فبس وهذه كانت القصص القصيره اللي وعدتكم فيها وكلها واقعيه. ممكن في احيانا بعض القصص ما نصدقها بس هي بالاساس واقعيه. فبما ان ما عندنا دليل ان نكذب هذه القصص فاكيد راح نصدقها. انت الحين كمشاهد شنو اكثر قصه من القصص اللي قلت لكم اياها حسيتها تخوف وما ودك تنحط بالموقف هذا؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات وبسوي لايك على كل كومنت تكتبوا لي. وبس اذا عجبك مقطع اليوم لا تنسى تسوي لايك واشتراك بالقناه اذا ما كنت مشترك وانشر هذا المقطع بكل مكان اذا انت حاب تدعمني. ويعطيكم الف عافيه واللي جاي احسن.